حاولت قوى عراقية تنفيذ مذكرة استقدام قضائية صادرة بحق رجل الدين المعروف عبد الحميد المهاجر باقتحام منزله حيث يأوي مسلحين قبل أن تحصل اشتباكات عنيفة. ويظهر المهاجر في مقطع فيديو يهاجم الحكومة ويصفها بالخائنة ويشبه رئيسها محمد الشيع السوداني بالحجاج. بينت لكم ما الذي جرى اليوم، وبين لكم أني اكتشفت من هذا الهجوم الأول والهجوم الثاني، لأن الهجوم الثاني كان يريد الاقتحام على الدار، على الحريم وعلينا وعلى عائلتنا. بالهجوم الثاني اكتشفت أن الحجاج يحكم العراق وشريح القاضي على رأس القضاء العراقي. قلت يا للفاجعة، هنيئا لكم أيها الشعب العراقي على شريح القاضي وعلى الحجاج، هنيئا لكم. والعمائم الخائنة موجودة، العمائم المنحرفة الخونة موجودين، ما أحب أذكرهم وألطخ لساني بأسمائهم، ما أريدهم بس تعرفونهم أنتم، يركضون هنا وهناك. توجهوا للدعاء، بعد أكثر من هذا ما أحكي. بسم الله الرحمن. وإن سبب الأحداث التي جرت هي توجد شكوى قضائية ضد المهاجر مقامة من قبل محامين تتعلق بالإساءة لهم والتهجم عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه يرفض الاستجابة إلى مذكرات الاستقدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق. وكذلك أساء للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر الدعوى بعبارات خادشة، ويرفض الحضور أمام المحكمة وتقديم ما لديه من أقوال. وبحسب المصادر بأن المشكو منه يأوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صاحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني، لذا تم القبض على 2 منهم. وفي وقت سابق ظهر المهاجر في مقطع فيديو على صفحته وهو يصف الحكومة بالذيول والجنود الذين قاموا بالمداهمة بالمجرمين، مضيفا ليس هناك قوة في العالم تخيفني، فما أعادني إلى العراق بعد انقطاع 10 سنوات هو أبو الفضل العباس، وهو الذي أمرني بالقدوم وجعلني في صحنه، وتحدى من يستطيع إسكاته. وتابع: لم أعلم إن الحجاج هو من يحكم الحكومة العراقية. هل تريد أن تسكت صوت الحسين الذي لم يسكته أحدا منذ 70 عاما؟ فما كنت أتوقع أن الحجاج يحكمنا في العراق. أنت تريد أن تسكت صوت الحسين اللي صار له 70 سنة